السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. محبي وعشاق الكرة المصرية والإفريقية من مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، لقطة توحيد التشجيع، لقطة اندماج الجمهور، لقطة اختفاء الألوان إلا من ألوان علم مصر والوقوف ورا منتخبنا بمشيئة الله في المونديال الإفريقي المنتظر كوت ديفوار 2023. بتتلعب في 2024 لكن البطولة بمسماها كوت ديفوار 2023. مصر الأكثر تتويجا باللقب، أيوة، لكن آخر لقب من 13 سنة. وحشنا اللقب، واحد من الدوافع اللي تخلينا مع اللاعبين والجهاز الفني على صف واحد ابتداء من النهاردة. خلاص اللي متبقي مش كتير، 6 أيام وساعة واحدة فقط متبقي على انطلاق المونديال الافريقي الكان. البروفة الأخيرة لمنتخب مصر أمام منتخب تنزانيا من استاد القاهرة الدولي، 7 أيام بمشيئة الله على أول لقاء أمام منتخب موزمبيق. اللقاء اللي هيقام يوم 14 من الشهر الجاري، يوم الحد الجاي الساعة 7. اظبط وقتك واظبط التايمر بتاعك. روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا أعلن قائمته، دخل معسكره، حدد أهدافه وتشكيلته الأساسية لمباراة النهاردة. تكون هي الأساسية 100% ولا يكون فيها تغيير أمام موزمبيق؟ ده اللي هنشوفه في خلال لقاء النهاردة، خلال الأوراق اللي موجودة مع روي فيتوريا على دكة البدلاء. دخول محمد صلاح انه يكون ايضا من المنتخب الموزمبيقي على فكره، يعني المنتخب ان شاء الله يكون تريزيجول النهارده ويكون في البطوله ايضا. وادي محمد صلاح واول تسديده واول تهديد للمرمى. محمد صلاح هو الهداف التاريخي في لقاءات مصر وتنزانيا، 3 أهداف. سجل هدفين يوم ما كسبنا 2-0 وسجل هدف يوم ما كسبنا بثلاثيه كان مع رامي ربيعه وباسم مرسي. حلوه من صلاح على شمال عايشي مانولا، اول فرصه بعد مرور 3 دقائق ونص، قريبه قوي من المقص الشمال لعايشي مانولا، ولكن تطلع الكره ضربه مرمى لصالح منتخب تنزانيا. الجهه الاخرى كان حب يعمل الباص باليمين، تترد بهجمه مرتده، يطلع محمد صبحي من مرماه ويطلع بره 18 ويحافظ على الكره قبل اللاعب بين انطوني ستاركي، وتطلع الكره. امام يلعب الكره الطوليه لعمر كمال، يا ولد تتلعب الكره الاماميه لكن اطول من اللازم على عمر كمال اللي كان ليه زانيا. تتلعب ناحيه اليمين وادي العرضيه باك باص لكن مقطوعه من النني عند مراحد. ادي الكره الطوليه في الطرف الشمال، اعتمادات على اللونج باص لكن اطول من اللازم. ماير تريزيجيه هل تكمل؟ يلعبها لامام، اماميه لمصطفى محمد لكن غير مطق في الشمال. علي سماته الخطير، سماته التسديده، محمد صبحي ويطلعها حجازي. ادي اخطر لاعب، ادي علي سماته هداف الدوري البلجيكي 2019 مع نادي جنج، يأتي بأول فرصة للمنتخب التنزاني. فرصة في الدقيقة 4 لمحمد صلاح، تترد في الدقيقة 17 للمنتخب التنزاني، والفولو كان من بين انطوني ستاركي، لكن بص التسديدة أرضية زاحفة في ثاني لقاءات، وده كان آخر لقاء لصالح المنتخب التنزاني. لتريزيجيه، اظبط العرضية، تريزيجيه يلعب العرضية عند مصطفى محمد لكن قبليه على طول يطلعها اللاعب باكاري نوندو. تطلع الله القادمة اللي فيها 24 فريق على 6 مجموعات. يلعبها المروان، ترجع لعمر كمال، خطرة جوه 18 في منتهى الخطورة، والتسديدة ومرة تانية ضربة ركنية، ومرة تانية ضربة ركنية من حجاز. لسه يلعبها لصلاح من لمسة واحدة، يودي تريزيجيه، ممكن هنا تريزيجيه يلعبها في المرمى، لمستين وبس، مش كلمتين وبس، لا لمستين وبس. لمسة من صلاح بأسيست ولمسة من تريزيجيه بهدف أول لصالح منتخب مصر في الدقيقة 33 أو 32. تريزيجيه يسجل الهدف الأول، ده هدف يدي ثقة شوية، اتقطعت بدون فاول النني لصلاح، توصل لتريزيجيه كله 1 تاتش، هدف من لمسة واحدة، هدف ال1 تاتش. لو نشوفها مرة تانية تتلعب على طول لمحمد صلاح. بلادي لك حبي وفؤادي، دفع معنوي من الجمهور اللي حاضر في استاد القاهرة وإن كان قليل، لكن أكيد خلف الشاشات بمشيئة الله الكل
هيكون بيدعي لمنتخبنا بداية من اللقاء القادم يوم الأحد اللي جاي أمام موزمبيق بمشيئة الله في اللقاء الافتتاحي في المجموعة الثانية اللي هتقام في أبيجان بمشيئة الله بساحل العاج، ولكن في الملعب الثاني مش الملعب الأولمبي، لأن الملعب الأولمبي فيه طبعا لقاءات المنتخب علي فواري، طاقم تحكيم كويتي بقيادة الكابتن هاشم الإبراهيم بيعاونوا كل من عباس غلوم، طلال الشمري، وحكم رابع هو عبد الله الكندري. روي فيتوريا في لقائه رقم 14 مسيرة ناجحة للبرتغالي بمشيئة الله تتوج باللقب الافريقي الثامن، مصر الاكثر تتويجا 7، عايزين الرقم 8 بمشيئة الله. استعصت علينا البطولة في اخر 3 نسخ، منهم واحدة كانت على ارضنا كنا بعيد عن اللقاء النهائي، و2 بره الارض وصلنا للنهائي، ويكون في البطولة ايضا وادي محمد صلاح، واول تسديدة واول تهديد للمرمى. محمد صلاح هو الهداف التاريخي في لقاءات مصر وتنزانيا، 3 اهداف، سجل هدفين يوم ما كسبنا 2-0، وسجل هدف يوم ما كسبنا بثلاثيه كان مع رامي ربيعه وباسم مرسي. حلوه من صلاح. ابراهيم عبد الله اللي بيشتت بدون عنوان. امام يلعب الكره الطوليه لعمر كمال، يا عبد الله عايز يلعب الكره في الطرف الشمال، فتوح يضغط لكن يحط رجله سيمين موسوفا، وحكم اللقاء هاشم الابراهيم يدي فاول لبين انطونيو ستاركي. كرة تتلعب اطول من اللازم، تطلع رمية علي سماتة الخطير، سماتة التسديدة محمد صبحي ويطلعها حجازي. ادي اخطر لاعب، ادي علي سماتة هداف الدوري البلجيكي 2019 مع نادي جنج. ياتي بقبنا امام يستنى يحط كرة لصلاح، خلاص لعيبة المنتخب التنزاني امتصوا. حلوه المره دي مصطفى محمد لتريزيجيه من وسط 2، عايز خطره جوه 18 في منتهى الخطوره، والتسديد يلعبها المكويندا، يلعب الكره العرضيه لكن محمد عبد المجيد ممكن هنا تريزيجيه يلعبها في المرمى، لمستين وبس، مش كلمتين وبس، لا لمستين وبس. لمسه من صلاح باسيست، ولمسه من تريزيجيه بهدف اول لصالح منتخب مصر في الدقيقة 33 أو 32. تريزيجيه يسجل الهدف الأول، ده هدف يدي ثقة شوية، اتقطعت بدون فاول النني لصلاح. إمام عاشور يستلم ناحية شمال، واحدة إمام، تسديدة يا ولد، تسديدة بشماله إمام عاشور. مصطفى محمد كان عايزها جوه 18 عرضية، لكن إمام أيضا من اللعيبة اللي بتتميز إنه بيسدد بيمينه وبشماله. حب المنتخب النميبي مجموعة صعبة قوي، لكن حميد ماو قاري هنا فتوح، رجع تاني الفتوح، وصلاح بجوار القائم، تطلع الكوره بره، ضربه مرمى. لسه مش ماشيه صلاح، ماشيه اسيستات لكن مش ماشيه اهداف. ماشيه يا ابو صلاح اسيستات النهارده، لكن اهداف ضربه ركنيه لصالح منتخب مصر. تتلعب، بص فتوح على المغمض، لعبه حلوه قوي لتريزيجيه اللي شعبي بيتنفس كوره. عمر كمال يلعبها لكن بعيد على صبحي، وتطلع ضربه ركنيه لصالح المنتخب التنزاني. خلينا اقول لحضراتكم ان احنا كموزمبيق انها في كاس الامم الافريقيه سنه 86 بعد بدايه كانت صعبه، السنغال ثم الفوز على الكوت ديفوار. يقرب الظهير الايسر وترجع لورا نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب المصري في دقيقه 32 بهدف اسيست لصلاح، والفينش واللمسه اللي خلصت الهدف الاول والوحيد في اللقاء لمحمود حسن تريزيجيه. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس، استراحه قصيره على امل عوده مع احداث الشوط الثاني. عوده للاستوديو مع زميلي العزيز. حاولة استلام من حميد ماو، سرعتها راحت النني. خلي بالك يا نني، الكره ملهاش اي لازمه من فيصل عبد الله. تريزيجيه يلعبها لمصطفى محمد، مكملين الهجمه لاعبي منتخب. كانت البدايه قدام النيجر والفوز بتاعها حمدي، ولكن التدخلات القويه وعلي سماتة يتصاب ويقع على الارض، هيطلعها بره، هيطمن على علي سماتة، هيطمن على نجم المنتخب التنزاني. لعب لنادي مازيمبي، لعب لنادي فنار، الاولى يا الثالثه يا الرابعه. اول هنا بشكل رائع، تريزيجيه ممكن يلعبها، خلي بالك يا تريزيجيه، خلي بالك تدخلات في منتهى القوه، اخلص من الكره بسرعه. كان عايز يلعبها ناحيه اليمين لمحمد صلاح. وادي هاني بيتكلم مع الشناوي، يقول له كان يلعبها ببطن رجله يوديه. الشناوي برضه بيتكلم، اكيد الشناوي بيتكلم على التدقية مرتين ورا بعض.
لكن يردها مرة تانية، لسه جوه الملعب، يطلع بيها مصطفى محمد، يطلع بيها مصطفى محمد. اتلعبت حلوة قوي من صلاح لمحمد 80%. هيطلع تريزيجيه، توس ديسماس، تتقطع ويضرب عمر وتوصل لصالح المنتخب التنزاني باسم تانجانيكا، كان بيلعب بها ثابته. تسديده كانت ناريه، عمر مرموش يسدد، احمد سامي قوي، يرجع ويرجع الاستحواذ تاني لصالح منتخب مصر. 1 على 1 ممكن يفنش، عمر مرموش ياخده على الثابته ويحاول يعدي، وبنالتي لصالح منتخب مصر. ياخده على الثابته، يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر، يعدي والعرقله موجوده والبنالتي موجود بقرار من الكويتي هاشم الابراهيم. بنالتي لصالح منتخبنا. عمر مرموش، شفتوا الكرة السريعة من غير فلسفة، ألف به كرة سريعة. ومانولا، صلاح ومانولا، صلاح مش محظوظ يا مانولا، مش محظوظ يا مانولا، وصلاح يسجل الهدف الثاني. شومة في العارضة ولكن تخبط في ظهر مانولا وتروح في طريق، هي عارفة طريقها، هي عارفة سكتها راحة فين. بهدف ثاني لصالح منتخب مصر. عقبال اهدافك في الكان يا صلاح مع منتخبنا ان شاء الله، واسيستاتك كمان، اهدافك واسيستاتك. اسيست النهارده لتريزيجيه، وهدف بشومه في العارضه تترد